صامويل إيتو الأسطورة الكاميرونية يرد بقوة وفخر على جينارو غاتوزو المدرب الإيطالي الذي طلب بوجود مقاعد أقل للمنتخبات الأفريقية، مرددا عليه بقوة وثقة في نقاش حاد حول تطور كرة القدم ودور إفريقيا فيها. يخاطب إيتو غاتوزو بصراحة وفخر في تصريح مؤثر قائلا: لقد تغيرت كرة القدم اليوم تغييرا جذريا، وأقول لك يا غاتوزو، إفريقيا لم تمنح مقاعد إضافية في البطولات الكبرى رحمة أو صدقة، بل لأنها أثبتت نفسها بقوة في كل المحافل والمنافسات العالمية. انظر إلى منتخباتنا مثل المغرب ومصر والسنغال والجزائر ونيجيريا وغانا. هذه الفرق أصبحت تنافس أقوى المدارس الكروية في أوروبا وأمريكا الجنوبية بكل ثقة ومهارة. وإن أردت دليلا واحدا فكأس العالم 2022 وحده يكفي كبرهان قاطع على هذا التحول العظيم. ويواصل إيتو موجها كلماته إليه مؤكدا على إنجاز المغرب: لقد فعل المغرب ما لم تفعله إيطاليا ولا أي منتخب أوروبي كبير، ووصل إلى نصف النهائي بعد أن أقصى 4 منتخبات أوروبية قوية مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وكتب تاريخا جديدا للقارة الإفريقية. وفي ذلك الوقت كانت أوروبا وإيطاليا بالخصوص وأنت معهم يا غاتوزو تتفرجان وتشهدان هذه الدهشة تحدث أمام أعينكم. إفريقيا ليست مجرد مشاركة، بل قوة حقيقية ستغير قواعد اللعبة في السنين المقبلة، فاستعد لهذا التغيير. يعكس هذا الرد القوي من إيتو الثورة الإفريقية في كرة القدم التي بدأت تنتج نجوما عالميين مثل محمد صلاح وساديو ماني وأشرف حكيمي، وتغير قواعد اللعبة إلى الأبد. أما غاتوزو الذي انتقد التوسع في كأس العالم، فجاءه الرد كالصاعقة من إيتو يذكره أن الرياضة للجميع. فما رأيك في رد إيتو على غاتوزو؟